بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. معاكم ايمان علي من كوكينج ايمان علي. يلا كده مع بعض نبدأ ونسمي الله، وهنعمل مع بعض احلى سردين مشوي النهاردة بتتبيلة حاجة كده جميلة. جربوها وهتعجبكم. يلا مع بعض نسمي الله كده. ادي معانا السردينة احنا غسلناها وصفيناها من ميتها. لو حابة ترش عليها رشة زيت خفيفة ممكن، لكن انا هنا ما رشتش عليها زيت. هبدأ بقى اغلفها بالردة بتاعتها. بصوا كده حطيت السردين، هبدأ اغلفه. بسم الله. غلفناه كده هقلبه تقليبه حلوه في الرده. لازم يتقلب تقليبه حلوه في الرده وتتغلف حلو، لان انت هتشويها على البوتاجاز. في الوقت ده انا بسخن الصاجه اللي هشوي عليها. ادي الصاجه هنا دي سخنت حلو جدا. اول ما تسخن ابدا انزل عليها السردين كده. بسم الله. يلا كده وانا برص السردين. يلا اعملوا لي اشتراك كده ولايك حلو كده منكم. تمام. ادي كده ايه السردين، شوفوا بترص ازاي كده. دي اتاكدي ان اهم حاجه ان الصاجه تكون معاكي سخنه علشان ما تلزقش معاكي السمكه. بصوا هنا انها ما لزقتش واستوي. بصوا كانت سخنه يعني بسرعه اتقلبت. بصوا وخدت اللون بسرعه، ما خدتش وقت. بصوا يعني ما شاء الله. يعني كده هنقلبها واحده واحده. اتاكدي كده ان النار واصلها كلها. شايفين حاجة كده جميلة جميلة وسهلة وحاجة بكل بساطة وبكل نظافة بنعملها في البيت. سواء بولتي تعمليه بنفس الطريقة، اي نوع سمك ممكن تشويه بنفس الطريقة. الفرق ان انت ممكن لو انت بتحبي تفتحي السمكية، انما هنا ده طبعا سردين فبتبقى كلها على بعضها. بصوا هنا خلصت الكمية زي ما انتم شايفين. السردين ما بياخدش وقت. اللي بخلصها بركنها على جنب، خدت اللون اللي انا عايزاه. بصوا هنا شكله بعد ما اتشوى. لسه ما حطيناش بقى تتبيله. هنا بقى بنجهز في الوقت ده التتبيله بتاعته. بصوا جبنا كزبره وشطه وكمون. هنبدأ كده. بسم الله. ادي البهارات بتاعتي دي بهارات انا يعني حباش كده على بعضه، عبارة عن كمون وكزبرة وشطة. ودي هريسة الشطة اللي انا عاملاها معاكم. وهنا ليمون، هنعصر عليها ليمون. وهنحط الملح بتاعنا. بسم الله. شايفين نعصر ليمون، نعصر ليمونة 2. هي بتحب الليمون، السمك بيحب الليمون. وطبعا هنا معاها دقة تومة، فصين توم كمان مع هريسة الشطة. وحطينا عليها معلقتين مية. وهنحط الملح بتاعنا، نقلبها حلو جدا. بسم الله. وهنبدأ بقى نغلف ونحط على السمك. بصوا جربيها كده عليها كلها، تدهنيها كلها بالتتبيلة. بصوا شكلها بقى دي كده. بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا، والتتبيلة سهلة وبسيطة وحاجة جميلة. بصوا شايفين جمالها. دي بقى بتتقدم كده مع رز ابيض وسلطه بلدي طبعا بتبقى. بصوا الجمال. يعني هنا كانت خدت بقى شربت التتبيله بتاعتها. ما شاء الله كانت جميله جميله. جربوها هتعجبكم. وبصوا شكلها. بصوا اهي شايفين ما شاء الله. بصوا انا قلت اقرب لكم عليها الكاميرا. خدت اللون حلو جدا، وكانت السمكه مش ناشفه طريه. هنا بصوا قدمناها بقى مع الرز الابيض وطبعا سلطه. شايفين جمالها ما شاء الله. جربوها وقولوا لي رأيكم. واتمنى كده ان انتوا تدعموني وتعملوا لي اشتراك كومنت ولايك. يا رب كده يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال وأبدلنا خيرا منها. اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.